عمرك فهمت الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري؟ الانحراف المعياري بكل بساطه هو بيديك فكره عن مدى تقلب او استقرار البيانات حوالين المتوسط. لحد هنا بس احنا قفلنا الدرس وحلينا المسائل وطلعنا الرقم مره كبير ومره صغير، ولكن خليني اسالك السؤال ده، هل انت فهمت حاجه؟ هتقول لي لا. طيب فهمني بقى. الانحراف المعياري بيديك فكره عن مدى تقلب او استقرار البيانات حوالين المتوسط. ايوه يا ابني، ما هو نفس التعريف. بص بقى يا معلم، الانحراف ده مهم جدا في الحياه العمليه لانه بيأثر على قراراتك وتوقعاتك المستقبليه. مثال، عايزين نحلل بيانات منتج معين على مدار 10 ايام في محلين اتنين. طب ليه؟ عشان عايزين نخزن بضاعة تمشي مع حجم المبيعات في المحلات دي، واللي ظهر قدامك على الشاشة دي مبيعات المحل الأول. لو جينا حسبنا المتوسط هيطلع لك 145 وحدة أو يونت، والانحراف المعياري 30.27. برضه أنا مش فاهم حاجة. لو المبيعات مستقرة حوالين المتوسط بدون تفاوت كبير، الانحراف المعياري هيكون صغير زي الحالة بتاعتنا دي. أيوة، طب أنا لما عملت كده استفدت إيه بقى؟ خد عندك يا باشا، انت تقدر تتوقع تقريبا نفس المستوى من المبيعات او استهلاك الوحدات كل يوم، وبالتالي هتعرف تخطط للمخزون ولوجستيات التوصيل، لانك عارف ان الطلب تقريبا شبه ثابت او بيتراوح ما بين حاجه معينه او رينج معين. فهمت؟ لا. هبسطها لك. طب نكمل. عايزين نقيم اداء نفس المنتج ولكن في المحل رقم 2، ولكن عندنا تغير كبير في المبيعات بالنسبه للايام اللي بيبيع فيها المحل دي. قدامك على الشاشه هتلاقي ان في تفاوت ما بين الايام او استهلاك المخزون بالنسبه للمحل التاني. لو جينا حسبنا المتوسط هنلاقيه 156. ركز لي هنا بقى على المتوسط. لو جيت لاحظت هنلاقي ان الفرق ما بينه وما بين المحل الاول كمتوسط مش كبير، 156 و146. لو هنا اعتمدت المتوسط بس، شوف ايه اللي هيحصل. هوب، انت اعتمدت الكلام ده وقلت ايه؟ الاداء متقارب، فتحط بضاعه في المحل الاول زي ما تحط بضاعه في المحل الثاني، ولكن يطلع لك الانحراف المعياري يقول لك لا، الصبر، ده في تقلب كبير في المبيعات والانحراف بتاعي 77 على عكس الاول 30. نفهم ايه بقى يا ريس؟ اظن انت كده ابتديت تجمع الصوره معاك. الانحراف المعياري بيديك فكره عن مدى اتخاذك للقرار بناء على المتوسط. يعني لو هتاخد قرار بناء على متوسط حاجه معينه، لازم الاول تروح تجيب الانحراف بتاعه، خاصه لو هتقارن ما بينه وما بين اكتر من متوسط. فالانحراف هنا بيديك فكره عن مدى استقرار الداتا دي او مدى اعتماديه القرار اللي انت ممكن تاخده بناء على المتوسط. في المثال الاول او في المحل الاول الانحراف كان 30، لكن التاني كان 77. فده معناه ان كان في تقلب كبير جدا. يعني ايه تقلب؟ يعني في تفاوت ما بين البضاعه. فده يديك انذار انك ما ينفعش تحط نفس البضاعه في المحلين، لان لو كنت عملت كده كان هيترتب عليه اللي انا لسه قايله لك من شويه. حاسك كده ابتديت تلقط معايا. الله اكبر عليك. ناخد مثال تاني. نيجي بقى لاكتر استخدامات الانحراف المعياري خاصه في الاستثمار. تخيل انك بتحلل اسعار سهم شركه ما على مدار 5 ايام. قلت ايه؟ انا اقعد 5 ايام كده اشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. وانت عندك حاجه اسمها الانحراف المعياري. في اليوم الاول كان $50، اليوم الثاني كان $52، اليوم الثالث كان $48، اليوم الرابع كان $53، واليوم الخامس كان $49. المتوسط هو 50.4 والانحراف المعياري هو 2.13. سؤال ليك هنا بقى، هل الانحراف المعياري ده كبير ولا صغير؟ الانحراف هنا باين لنا ايه؟ الانحراف هنا باين لنا مدى تفاوت الاسعار، وهل في تفاوت كبير ولا قليل. فبالتالي المتوسط ده اكيوريت اقدر اخد عليه قرار، ولا المتوسط ده مش اكيوريت. فاللي بيبين لي دقة المتوسط ده هو الانحراف المعياري. فتخيل بقى لو ما كانش فيه هنا انحراف معياري وكان فيه تفاوت في الاسعار، يوم ب 30 ويوم ب 10 ويوم ب 50 او يومين ب 50 وبعد كده يوم ب 30، كان هيطلع لك مثلا ان المتوسط 52 مكان 50. فكنت هتيجي تقول ايه؟ فخلاص انا هعتمد الكلام وهتوكل على الله وهشتري. ولكن لو كنت جيت حسبت الانحراف المعياري كان هيقول لك لا، ده في تقلبات شديده جدا، فبالتالي كنت هتاخد قرار غلط وكان هيكون فيه خطوره عاليه جدا. واخر مثال ده كان مثال واقعي من شركه انا اشتغلت فيها. كنا عايزين نطلع متوسط درجات الحراره جوه البيوت الزجاجيه عشان نعرف كفاءه التبريد على مدار الايام عامله ازاي. لما جينا قسنا وطلعنا المتوسط، الشركه كانت عايزه تعتمد الرقم ده عشان كانت هتعمل عليه حاجه معينه. ولكن لما جيت طلعت الانحراف المعياري ووريته للشركه، عرفت ان كان مدى تقلب درجات الحراره بالنسبه للايام وبالنسبه للرقم المتوسط ده، فعرفت ان فعلا في مشكله في تفاوت درجات الحراره بنسبه غير المقبول او غير الستاندرد. فالانحراف المعياري يبين لنا هنا ان المتوسط ده خداع. عايز منك بقى حاجه، عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات 3 امثله تقدر تستخدم فيهم الانحراف المعياري وهيفيد بايه. اتمنى تكون فهمت معايا الفكره.
عشان تعرف تستخدمه بعد كده في الديتا اناليسيس بتاعتك. الانحراف المعياري ليه استخدامات كتير جدا، ولكن اتمنى ان انت تكون فهمت معايا الفكره بشكل كويس.